السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار رياضية متنوعة مع نجم الجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة ماراثونية، مباراة جميلة، مباراة ممتعة بين اليابان التي فازت على ألمانيا وأسبانيا، بين اليابان التي تسببت في عودة الماكينات الألمانية إلى ديارها مبكرا وأسعدت الجميع وفازت على أسبانيا. اليوم تخرج بضربات الحظ الترجيحية أمام منتخب كرواتيا. كرواتيا تفوق لها برازيريتش، الله يرحمك يا مختار يا تيتش، ماشي. تعادلت اليابان في من كورة جميلة جدا برأسية طلقة في الدقيقة 55. هذا التعادل قادهم لوقت إضافي، أول مباراة فيها وقت إضافي بين الفريقين الكبيرين. نجح اليابانيين في الوصول بالمباراة إلى ضربات الترجيح. الكروات كان عندهم رغبة أكثر وإرادة أكثر في تحقيق الفوز على اليابان خلال وقت المباراة. قلنا اليابانيين يبقوا متفوقين في ضربات الترجيح، هنشوف بقى بيكسروا الدنيا. لقينا ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب ومنتخب كرواتيا بيتصدى لثلاث ضربات ترجيح بيمسكوا من 4 ضربات، واحدة بس اللي سجلت، بينما أضاع الكروات واحدة كانت في القائم. فبالتالي فوز كبير وفوز مستحق على اليابان. عملت مفاجآت كبيرة، ده بيأكد أن المونديال للكبار والمونديال للعظام والمونديال لمن يمتلكون الخبرات. حتى الآن النتائج طبيعية، حتى الآن النتائج منطقية لأصحاب الخبرات العظيمة. الكروات دول خارجين من دولة عظيمة جدا في كرة القدم وهي يوغوسلافيا اللي اتقسمت إلى 7 دول، البحر الأسود وصربيا والجبل الأسود وصربيا ومقدونيا ومش عارف إيه، يعني 7 دول. أما اليوم فالنهاردة بينجح الكروات في الوصول إلى مباراة دور ال8 وينتظروا الفائز من البرازيل وكوريا. توقع طبعا ان البرازيل، وتوقع ايضا البرازيل هي اللي تتغلب على كرواتيا في مباراة دور ال8. الخبرات بتقول كده، لكن الكمبيوتر النهارده هنج. الكمبيوتر النهارده يعني جاب سوفت وير في ضربات الترجيح. واضح الارهاق الشديد على لاعبي اليابان، لكنهم ادوا اداء مشرفا، ويكفي انهم تصدروا المجموعة وعلى اسبانيا وعلى ألمانيا وتفوقوا وصعدوا وواجهوا الكروات وخسروا بضربات الترجيح في هذه المباراة المهمة. النهارده كان في مباراة مهمة بين لاعبي 2006، مباراة قمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. تأتي أهمية هذه المباراة من حضور السويسري مارسيل كولر لهذه المباراة، ومعاه سيد عبد الحفيظ. مباراة لاعبي 2006 اللي هو كان المنتخب اللي كان في الجزائر وخرج، منتخب ابن عمر سيد معوض وهكذا يعني، واحمد عابدين وكده، والاثنين بيلعبوا في النادي الاهلي. فالنهارده كانت مباراه قويه جدا جدا جدا. الاهلي فاز 2-1، سجلهم حسام عادل في الدقيقه 6 والدقيقه 75، وسجل هدف الزمالك عبد الحليم احمد. لكن جت ضربه جزاء في الدقيقه 93 لزياد احمد لاعب نادي الزمالك، اهدر ضربه الجزاء. هذا الفوز له اهميه كبيره في نظر مارسيل كولر الذي يتابع المباريات ويحاول اختيار افضل العناصر لتصعيدها للفريق الاول، ويبقى بيبني في ذهنه لو غاب عندي مين ممكن يبقى موجود وحاجات بالشكل ده. لانه دائما ما نرى النجوم الكبار يلعبون في مثل هذه المرحله السنيه مع الفريق الاول. لما مواليد 2006 يعني انت بتتكلم في 16 سنه، ابراهيم سعيد لعب 16 سنه، رامي ربيعه لعب 16 سنه، حسام عاشور لعب 16 سنه، كل الناس دي لعبت فريق اول في هذه المرحله السنيه. فتابعها مستر مارسيل كولر اللي عمل تدريب النهارده وزعل وحزن بشده لاصابه نجم الفريق طاهر محمد طاهر. اصابه طاهر محمد طاهر جاءت موجعه ومؤلمه لمستر مارسيل كولر في هذه المباراه، قبل مباراه مهمه زي مباراه المحله، اللي المحله دلوقتي واقفه على اطراف اصابعها تنتظر لقاء النادي الاهلي في هذه المباراه المهمه التي تقام مساء الاربعاء باذن الله تعالى. محله عنده 10 نقط من 4 مباريات، كسب 3 وتعادل مباراه واحده، وعنده امال كبيره جدا بعد ما رجع بابا فاسيليو الى الفريق ان هو ينافس على البطوله. حمى البدايه القويه دي وجماهيريه المحله وشعبيتها، وانها فريق يعني ذا تاريخ عظيم، ولقاءاته دائما مع النادي الاهلي لقاءات صعبه جدا 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 جدا. حافظين ملعبهم، جمهور بيمثل دافع كبير جدا. النادي الاهلي الفوز عليه بيبقى شرف كبير جدا لمثل هذه الفرق الشعبيه والجماهيريه الكبرى، حتى فرق المؤسسات. وبالتالي مباراه مهمه ان شاء الله.
قدرات لاعبي النادي الاهلي الفرديه والجماعيه تتفوق على لاعبي المحله، لكن حماس لاعبي المحله وزياره المحافظ الكبيره اللي يعني رفعت من الروح المعنويه للفرقه، وتدخل دكتور طارق رحمي لحل المشاكل، يعني رفع المعنويات بشده. لكن قدرات لاعبي النادي الاهلي الفرديه تتفوق على لاعبي نادي غزل المحله، وبالتالي الفوز الاهلي منطقي. لكن المهم هنا ان يبقى في تركيز، ويبقى في مباراه ممتعه، ويبقى في تحكيم عادل. اتمنى تعيين محمود البنا لهذه المباراه المهمه جدا، واللي واخده حيز كبير جدا من الاهتمام، خاصه بعد عوده بابا فاسيليو. عاوز اروح لخبر حصري عند الاسطوره فقط، وهو محاولات نجوم النادي الاهلي القدامى مصالحه كابتن مصطفى يونس على الاسطوره كابتن محمود الخطيب. هقول لك التفاصيل اللي حصريه اللي عندنا. كان في حد صديق لفرقه النادي الاهلي الكبيره العظيمه دي، جيل التلامذه، عامل لهم عزومه على الطريق الصحراوي في مكان راقي وجميل وكده، وكلهم متجمعين. مش هقول اسامي معينه يعني، لكن عدد كبير من ابناء هذا الجيل، جيل التلامذه اللي كان مع مستر هيدوكوتي، وكانوا موجودين. وكان يعني حاضر في هذا اللقاء او هذا حفل الغداء ده يعني، ولقاء جميل بيحاولوا يكرروه كل ابناء الجيل. عاد 2 من النجوم. اول نجم هو الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس لم يدعى لهذا الحفل، هذا الغداء او لهذا اللقاء اللي بيمثل ابناء جيل واحد وجيل عظيم ساهم في زياده شعبيه الاهلي الجارفه بما اداه في السبعينات ومطلع الثمانينات. فكابتن عبد الشافي قال له كابتن خطيب، يعني هو في حاجه بينك وبين زيزو؟ قال ما فيش اي حاجه بيني وبين كابتن زيزو، وكنه له كله تقدير واحترام ومحبه، وما فيش اي حاجه، وما اعرفش هو مش موجود ليه. وانا ارحب بيه في اي وقت واروح له اي مكان، وده شخصيه محترمه وعلاقتي بيه فوق الممتازه، وما فيش اي حاجه خالص يعني. طيب ده واحد. قالوا له طب بالنسبه بقى للكابتن مصطفى يونس، عاوزين يعني نتكلم في مصالحه. اللي قال له ده قال له جمله واحده فقط كابتن محمود الخطيب: ترضاها على نفسك. قال له يعني ترضى اللي حصل اللي عمله على نفسك؟ لو انت رضيته على نفسك اللي عمله معايا واللي عمله فيا واللي بيقولوا عليا والتجريح اللي شغال بقاله سنين، واللي احنا حاولنا وعاتبنا واتدخلنا، وفي مره اتدخل اكرامي، وفي مره اتدخل مصطفى عبده، وفي مره اتدخل شوبير، وهكذا وكده، وبنرجع لنفس الموال تاني. انت ترضاها على نفسك؟ فالنجم الكبير ده سكت، قال يا جماعه، كابتن خطيب قال لهم يا جماعه استاذنكم محدش كلمني في الموضوع ده، محدش يكلمني في الموضوع ده اللي هو موضوع المصالحه على كابتن مصطفى يونس. طب ايه اللي فتح الباب؟ اللي فتح الباب ان كابتن مصطفى يونس منقطع عن الظهور في قناه الزمالك، وابدى ندمه وزعله وحزنه الشديد جدا على ما بدر منه، ماشي. لكن في نفس الوقت بيقول لهم انا عاوز اشتغل وانا مش شغال، وعندي مصاريف كتيره وما عنديش دخل، والقناه بتديني 120,000 جنيه، اروح فين؟ انا بتكلم اهو، يعني اروح فين لما قناه النادي الاهلي ما بتجيبنيش، ولما انا مش شغال في حته تانية، وانا عاوز اعيش من عملي، مش على معاش ولا على عطايا ولا على اي شيء، ماشي. فبالتالي يعني بشتغل، لكن انا مش رايح قناه الزمالك تاني. هو قال لهم كده على اساس ان كابتن مصطفى يونس زعلان ان مرتضى منصور خطفه فيه على الهوا لما قال له اسكت يا مصطفى، مش عارف ايه، الحوار اللي احنا شفناه ده متداول كده في مقطع بتاع 30 ثانيه ولا 20 ثانيه. لكن الحقيقه ان كابتن مصطفى يونس طالب زياده راتبه في قناه نادي الزمالك، وبيحصل على 120,000، طالب الزياده. عنده كابتن مصطفى درش سبورت، يا رب كابتن مصطفى يونس يبقى عنده الخير كله. انا بقول لك الحوار اللي حصل، انا ما اعرفش كابتن مصطفى يونس عنده املاك ايه او عنده شركات ايه، انت بتقول لي عنده، انا ما اعرفش. انا بقول لك الحوار اللي دار بين ابناء هذا الجيل، ومحدش هيكلمك في هذه القعده غير العبد لله، لان برتبط بعلاقات صداقه مميزه مع عدد كبير منهم، والحمد لله ربنا يديم المحبه والاخوه. ففي الاخر كابتن محمود الخطيب رفض المصالحه، مصطفى يونس منقطع عن الظهور في قناه نادي الزمالك، مصطفى يونس طلب تعديل راتبه وتعديل عقده، ويطلع في وعاوز يبقى تبع ويطلع في تحليل المباريات، فبيحاول. لكن حتى الان محدش يعرف مصطفى يونس هيظهر تاني على قناه الزمالك ولا لا، غير شخص واحد فقط، وهو كابتن مصطفى يونس. الخطيب رفض المصالحه ورفض الحديث في هذا الامر نهائيا.
يذكر ان في 2 مرشحين للشطب في اجتماع الجمعيه العموميه اللي كان مقرر اللي تم تفويض فيه المجلس، وهما الاعلامي ابراهيم عيسى والكابتن هناء حمزه، واحيل الامر الى مجلس الاداره. فيما يخص كابتن مجدي عبد الغني وكابتن مصطفى يونس لم تستوفى الاجراءات القانونيه اللي انا عارفه لطرح الامر على الجمعيه العموميه، رغم ان هو موجود في بند ما يستجد من اعمالك. ايه اللي كان يستجد؟ هو طلبهم للتحقيق، ما يجوش يبقى يعرض الامر على الجمعيه العموميه، او يجوا يعرض الامر ايضا ويتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الاطار. رساله محمود عبد المنعم كهربا، بنتكلم على مدار الايام الماضيه على ان محمود عبد المنعم كهربا يعني بيتم تجهيز دفع الغرامه والحكايه والروايه والعوده للمباريات، وزي ما بنقول حسين الشحات برسائله بتتضمن رسائل زعل وغضب ضمنيه، بنقول ايضا ان محمود عبد المنعم كهربا عامل رساله حلوه ورساله جميله ورساله طمأنه لجماهير النادي الاهلي العظيمه. صباح الرضا والتفاؤل والامل. الرضا والتفاؤل والامل، الرضا بما حصل والتفاؤل بما هو قادم والامل فيما هو قادم، وهو سداد الغرامه باذن الله تعالى والعوده للمشاركه في المباريات. كهربا وصل لفورمه مميزه، هيتم دفع الغرامه باذن الله تعالى وهيعود للمشاركه في المباريات والابداع في المباريات. فهنا كهربا متفائل باذن الله تعالى، ودي رساله بتطمن جمهور النادي الاهلي العظيم ان هو راجع باذن الله تعالى. الفوضى لا تعم يعني الكرة المصرية على مستوى الرجال فقط، ولكنها تعم منتخب السيدات. البنات رفضوا ينضموا لمنتخب مصر، بنات نادي وادي دجلة استدعوا منهم 8، اللي حضر 3 و5 مجوش، وجا جواب شديد اللهجة للاتحاد المصري لكرة القدم بيقولوا ان احنا مش هنديك الناس غير في التوقفات الرسمية والدولية. كابتن محمد كمال المدير الفني للمنتخب قال لك ازاي يعني احنا عاملين معسكر والمسابقه ما فيش مسابقه شغاله وهم ما عندهمش ارتباطات وده معسكر ازاي يتمنع؟ فدينا الرفاعي المشرفه على منتخب الكره النسائيه عملت تصريحات خطيره خطيره خطيره، قالت ان منتخب مصر فوق الجميع وشرف لاي بنت الانضمام لمنتخب مصر وتمثيل بلادها خاصه، وان ده بياتي في اطار الاستعداد للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه مع الكابتن المحترم والكفء كابتن محمد كمال اللي هو شغال طول عمره في يعني في الكره النسائيه وفي دلوقتي ماسك المنتخب وزعلان وحزين على اللي حصل. انا بقول ان المستر ماجد سامي رئيس مالك نادي وادي دجله وممثل المستثمرين لو يعرف بهذه الواقعه لن يقبل بها، لانه راجل وطني وشريف ومحترم، ولن يسمح ابدا 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 بهذه الفوضى التي وصلت الى انك تمنع البنات من ان هم يروحوا منتخب مصر. عاوز اروح بك لنادي الزمالك وفرحه فيريرا، وفيريرا طاير من الفرح، والسبب هو عودة 3 من اللاعبين المصابين وإمكانية مشاركتهم في المباريات بإذن الله تعالى، ومباراة طلائع الجيش التي تقام في 7 مساء الأربعاء باستاد الكلية الحربية رسميا. عاد شيكابالا وشارك في التدريبات، وعاد أحمد فتوح الجناح الأيسر المهاري اللي عمل ماتش رائع على أشرف حكيمي اللي بنتمنى لهم التوفيق أمام أسبانيا بإذن الله بكرة، وعاد أيضا سيد نيمار. عودة هذا الثلاثي أسعدت مستر فيريرا، وإن كان هو مش قلقان من إن زكريا الوردي لسه ما خفش ولا إبراهيم نضاي، لأن هو شايف إن ال3 دول يمكنهم صناعة الفارق مع نادي الزمالك في مباراة مهمة بهذا الشكل. حاجة التانية اللي قلب العالم ما ذكرته صحيفة ماركا الأسبانية عن أن نادي النصر السعودي أنهى اتفاقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو للانتقال إلى نادي النصر في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل. لكن بريس مورجان الصحفي الإنجليزي اللي عمل الحوار اللي قلب الدنيا مع رونالدو طلع ونفى وقال لسه في مرحلة المفاوضات. ما نعلمه نحن وما ذكرناه من قبل ان نادي النصر قدم عرض ورونالدو قال البت في الامر بعد كأس العالم باذن الله تعالى. النصر السعودي مقدم له عرض الموسم ب 75 مليون يورو، طبعا هيستفيدوا منه تسويقيا والرعاة هيظبطوا الدنيا باذن الله تعالى. لكن وجود رونالدو في الدوري السعودي لو تمت هذه الصفقة يرفع من قيمة الدوري السعودي اللي بيضم مجموعة من الاجانب المميزين ويؤدي الى انتعاشة كبيرة وجذب نجوم مميزين، خاصة بعدما اصبحنا نرى عدد كبير جدا من المدربين اصبح اصحاب الاسماء الكبيرة. دمتم في امان الله وربنا يحفظكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.